الأهلي بيؤجل المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد الحسين عموتة لمدة 24 ساعة ليقوم يوم الثلاثاء نظرا لتعارضه مع موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين في المونديال في كأس العالم. عموتة بيبدأ دراسة حسم ملفات اللاعبين المعارين ومفقد رضا سليم بالإضافة إلى بحث تعيين خط الدفاع بصفقات محلية من الدوري المصري. مكاسب المونديال للنادي الاهلي. انتعشت خزينه نادي الاهلي بمكاسب ماديه مضاعفه من الفيفا بعد تاهل منتخب مصر التاريخي الى دور 16 في كاس العالم. اخبار القلعه البيضاء. نادي الزمالك 100 عقبه. اداره الزمالك تفتح جوله جديده من المفاوضات الجديده مع السنغالي ابراهيم نضاي للوصول الى تسويه نهائيه بشان المستحقات المتاخره لحل ازمه قضايا في الفيفا لنادي الزمالك. مكافآت الفيفا لنادي الزمالك. الزمالك يضمن الحصول على 570 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كعائد لنظرة مشاركة لاعيبة الدوليين مع منتخب مصر وتأهل دور 16 من المونديال المقيم في كندا والمكسيك وأمريكا.